السلام عليكم مشاهدي قناة فوت برو اي ار. يبدو أن أمر استبعاد الكاميرون من كأس العالم واحتمالية حدوث هذا الأمر بالفعل مسألة لها صدى لدى الكاميرونيين أنفسهم، ولها وجهة نظر قضائية أيضا. حينما تم إعلان قمصان الفرق المشاركة في المونديال على الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم دون الإعلان عن قميص الكاميرون، ثارت العديد من التساؤلات فيما يخص تلك المشكلة التي وقعت بين الاتحاد الكاميروني وشركة لو كوك سبورتيف المصنعة للقميص. وقد فكن الارتباط صامويل إيتو العقد مع الجهة الفرنسية وتعاقده قبل أسابيع على انطلاق كأس العالم مع شركة وان أوالي سبورتس الأمريكية، الأمر الذي شاقه عوار قضائي إثر اختصاص القانون الفرنسي لحل النزاعات بين الاتحاد الكاميروني لو كوك سبورتيف. المحامي الكاميروني كريستيان بومونتيمباني والذي يتخذ من باريس مئرا له ويعمل وفق القانون الفرنسي يدعو إلى الوساطة بين الكيانين، لأنه يرى أن الأمر قد يؤدي حقا إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم، أكدا في تصريحات نقلها موقع أكتو كاميرون: أود أن أدعو الجميع إلى الهدوء والفهم كامل النطاق. القانون الفرنسي يحسم النزاع وهي نقطة لا بد من أخذها في الاعتبار. وأضاف: أدعو الطرفين للجلوس الآن وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة. رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم، وهنا لا يتعارض الأمر مع مسألة التدخل الحكومي المباشر، فهنا يضع العقود القضائية المحلية بعين الاعتبار.